صباح الخير، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كلكم بالف خير. انا اسمي ساره كريم وبعمل فيديوهات عن الفن، وفيديو النهارده هنكمل رحلتنا في اللوحات بتاعتكم وهنتكلم فيها عن الاخطاء. وبالذات فيديو النهارده على فكره اخطاء كده نبقى واقعين فيها ومش عارفين خالص خالص ايه المشكله وايه اللي انا بعمله غلط وليه اللوحه بتاعتي طالعه مش بالنتيجه اللي انا عايزاها. فركزوا جدا في اللي احنا هنقوله في الفيديو النهارده عشان هيفيدكم كتير 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 ان شاء الله يعني. وبس كده يلا بينا نبتدي على الفيديو. اوكي، اول لوحه معانا ده الريفرنس اللي فوق، وده شغل البنوته اللي بعتت لي اسمها اسيا. اسيا شطوره قوي، رسمها حلو جدا، النسب بتاعتها جميله، المنظور بتاعها رائع. لو اغير حاجه بس ان انا هصغر البيوت دي شويه عشان كده هي في المنظور قريبه قوي 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 عن الناس دي، فاحساسها بقى اضخم، خطوطها مظبوطه جدا جدا جدا. في حاجه بقى مهمه جدا عايزه اتناقش معاكم فيها وناس كتير بتعملها، ان هي مخليه الالوان بتاعتها ساتوريتد وزاهيه جدا عن الالوان بتاعت الريفرنس. يعني بصوا معايا كده الاخضر اللي هنا والاخضر ده، الاخضر بتاع الارضيه اهو، والاخضر ده كمان الاحمر بتاع البيوت. بصوا يعني لو حطيتهم جنب بعض، ادي الاحمر اللي هي عاملاه وادي الاحمر بتاع الراجل. بصوا الاحمر بتاع الراجل عامل ازاي، كانه جراي، صح؟ وهو ده بالظبط اللي عامله، هو مستخدم رماديات اللون، يعني كل ده رمادي بس مزود فيه درجه الاحمر شويه اكتر. فلو عامله ده رمادي محمر، انا مش لازم احط احمر كتير عشان يديني احساس الاحمرار. انا قادره اشوف في اللوحه بتاعته ان ده احمر، صح؟ هو احمر بس مطفي. تمام. الاخضر بتاعك برضو لو حطيناه جنب بعض، بصي زاهي ازاي كده، اروح جايبه الاخضر بتاعه، تحسوا برضو ان اللون بتاعه جراي مخضر. اوكي، يعني مثلا انا لو جبت اللون ده وحطيته هنا اهو، ده جراي على احمر وده جراي على اخضر. اعمل كده ازاي، اوصل لده ازاي؟ هو بس ببساطه ان انا زي ما بقول لكم بكتمه، يعني انا شطوره ووصلت للون ده من الاخضر. اوكي، وشفت ان هو زاهي، فابتدي ادخل عليه اللون المتقابل بتاعه. يعني هو المفروض ماجنتا بس يعني خلينا احمر، دخل شويه احمر، شعرات من الاحمر، لان الجراي عامه هو ميكس ما بين الثلاث الوان الرئيسيه. هتلاقوا ان الاخضر ده بيتكون من الازرق والاصفر، صح؟ وميكس الاحمر ما بينهم هو اللون الثالث اللي بيخلينا نروح ناحيه الجريهات. يعني عشان برضو اخلي اللون الاحمر بتاع الروف ده ميوتد او زي ما بقول لكم مكتوم، تدخل عليه شويه ازرق على شويه اصفر. تمام. هحاول برضو احط لكم فيديو كده بيبين عملي الموضوع ده، فهتلاقوا اللون اتكتم جدا وراح للجراي. بعديها بقى احاول اظبط القيمه، اللي هو غامق مني بسبب الازرق احاول افتحه شويه بالابيض. وهحاول بجد اعمل لكم فيديو عن رماديات الالوان دي عشان هي مهمه جدا جدا، هحطها في الليسته. حاجه كمان بقى هو ان في فاليو هنا، اقول لكم بالاحمر بقى عشان انا مدرسه. ايوه بقى عايزه احمر، ماشي. القيمه دي غامقه زياده وسودة قوي لو شفناها من فوق، وبتجذب العين عشان هي عامله كونتراست عالي، يعني هي اغمق قيمه موجوده. بس هو كشخص يعني كفنان مش عامل كده، هتلاقوا ان التون بتاعها بني اكتر. فلو جينا هنا مثلا خلينا جراي، نحاول نظبط اللون حاجه في الرينج ده. استنوا ازود لكم، انا شغاله برمادي برضو، رمادي شويه على اورنج. تمام، اغمق شويه كمان. عند الجراي ده رينج الجرايز. تمام، يعني دي ساتوريتد اللي هو اقل تشبع، لما بروح كده بزود التشبع بتاعه. ماشي، وهنا بفتح غامق للفاتح. بس كل دول الجزء ده كله رينج جريهات. بس كده، انا مش ضليعه بصراحه بالفوتوشوب والشغل على الفوتوشوب، بس انا بحاول ابين وجهه نظري. يعني خلي بالك ان الجزء ده اصلا كان عندك غامق اكتر، شايفه الجزء ده اللي هو الزرع ده هنا ازاي فاتح وهنا اغمق، فالفاليو هنا ما كانتش مظبوطه قوي. في هنا حتت برضو ايه محتاجه تفتحها شويه، فخلينا بقى ايه نظبطها. في ظل هنا مش يعني قررت ان هو ميبقاش موجود. الظل ده فين الظل ده راح؟ نغمقه كمان شوية.
بصي الحته دي كلها فيها ظل ان الناس دي تحسيها طايره في وقت ما يعني. الحته دي كلها برضه حاجه. فبس كده تكرمي الحاجات دي ساتوريشن. استخدمي رماديات الالوان لو انت عايزه تطلعي المود ده. اوكي طبعا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتتفرجوا على الجزء الاول من الفيديو ده عشان في جزء اول، وانا هخلي الفيديو ده سلسله، فلو انتوا عايزين تبعتوا لي شغلكم ولوحاتكم ابعتها لي على انستجرام ساره كريم 98. وبس كده يلا بينا. طيب تعالوا بقى نروح لبنوته اسمها نورما. هو ده الاسم على انستجرام، مش عارفه اسمها ايه. اسمك نور؟ المهم ان نور شغاله شغل حلو جدا 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 بجد. القصه بتاعتها فظيعه يعني. عامله تمثال حلو قوي، عامله التكوين كله وعلاقته ببعض مظبوط. شغل حلو قوي قوي قوي. عندي بس شويه اعتراض على التكوين نفسه. عارفه ده مش منها، بس يعني لو حد حابب ان هو يعمل تكوين ممكن ياخد ده كملحوظه، ان ليه في ازازه هنا وفي ازازه الناحيه التانية بترد عليها. الكتله دي مع كتله الراس الاتنين تقال قوي بخط يعتبر واحد. ليه ده ما راحش كده شويه هنا مثلا؟ وفي هنا خوخايه مخفيه. الخوخايه دي ما جاتش قدام ليه؟ ليه كلهم على خط واحد اللي ورا دول؟ ادي زجاجه بترد عليها على زجاجه تانية بتمثل سيمتريه احنا مش عايزينها، وبعد كده واحده موجود مش عارفه. خلاص يعني مش مشكله. عايزه اقول حاجه بس سريعه عن الموضوع ده. الكلامي عن الكومبوزيشن دلوقتي وعن ان ده هيحصل فيه سيمتريه وان ده كذا كذا كذا، انا بتكلمه من ناحيه اكاديميه تمام. بس انا كساره الفنانه شايفه ان ابداعوا واعملوا اللي انتوا عايزينه بصراحه. يعني في حاجات كتير وفي لوحات كتير بنستخدم فيها السيمتريه دي ومش عشان كده، بس عشان احنا محتاجين نطلع بره القوانين الثابته بتاعه الفن دي. فانا هنا كلامي اكاديمي بس مش ده الراي اللي انا بتبناه فنيا، ماشي؟ وبس كده. حاجه كمان بس قبل ما ندخل على المواضيع، ان لو في شغل ورا انتي عايزاه يعني يبقى موجود خليه فيدت اكتر، لان ده بالنسبه لي قاعد معاه مش في الخلفيه. فخليه موجود بس ما تحددهوش، خليه بيتهرب مع الخلفيه تمام. فزي ما انا قلت النسب بتاعتها تحفه 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 تحفه، حلو جدا. استخدامك بس للابيض هو اللي عامل مشكله. انا شايفه ان انت تستخدمي الابيض زياده عن اللزوم، فمغير الالوان شويه. شايفين القماشه دي فاتحه قوي 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 قوي. انا قعدت بقى ايه ادقق كده واشوف واعمل، هل هي شغاله على توال متحضر ولا شغاله على توال ابيض؟ فين من الاماكن دي هنا طراطيف تلقطوا من الطراطيف. انا حاسه ان هو والله اعلم ان هي شغاله على توال ابيض. طيب هل دي مش مشكله مثلا او حاجه؟ لا مش مشكله خالص خالص خالص، بس هي ساعات بتعمل لنا مشكله واحنا لسه بادئين في شغلنا بالالوان، ان التوال الابيض بيبقى توال ابيض ناصع على البياض، ناصع على البياض، مفيش ابيض من كده تمام. فلما بنحط عليه لون واللون ده مفروض يبقى بفاليو فاتحه او قيمه فاتحه زي التمثال، بنحس ان هو غامق قوي بجد. حتى لو لون فاتح واحنا مفتحينه اوريدي وشايفين ان هو على الباليتا لون فاتح وقيمته كويسه، اول لما نحطه على التوال الابيض قوي ده بنحس ان هو غامق جدا، لان اللون الابيض بيعمل كونتراست معاه فبيغمقه. فبنلاقي بقى ان هو غامق فنروح فاتحينه اكتر واكتر واكتر واكتر، نحط ابيض 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 ابيض، فبيبدا بقى يغير الالوان. يا اما نعمل حاجتين، يا اما نحضر التوال يعني بنديله طبقه كده هفتونيه عشان لما نحط فيه فاليو فاتحه شويه يبان ان هو فاتح عادي، او ان احنا نبقى متجرئين واثقين من نفسنا ان الفاليو اللي احنا حطيناها دي صح. اول لما نحط جنبها فاليو غامقه بقى ونكون اللوحه واحده واحده هنلاقي في الاخر ان الفاليو كانت فاتحه وزي الفل وجميله وكل حاجه. وكمان ممكن ان انت ما تبدايش بالفاتح بشكل ما، ابداي بالغوامق تمام، عشان تقيسي عليها انت محتاجه تفتحي قد ايه. وتعالوا نفكر احنا هنعمل اللوحه دي ازاي. بجد انا كنت راضي في الفوتوشوب ان انا ابينت وارسم وكده وحشه جدا، ف يعني طريقوش عليا. اعمل توال ابيض، اجيب لون رينجي جراي كده قطقوط اهو. طبعا اللي انا بعمله ده انتوا متقدروش تعملوه في الحقيقه، بس انا عشان الفوتوشوب اعمله عادي، وان انا احط اللون كده كله في كل حته. نفتح وندي تاتشات الفاتح
هاف تون مضغوط مثلا يعني اني حسبتك يوم. هروح انطلق كده في ناحية القماشة الحمرا دي، حاجة ساتوريتد شوية، افتحها بس شوية. بصوا ما تحس انها غامقة صح؟ طيب معلش خلينا بس ننتظر عليها شوية ونشوف ايه اللي هيحصل. اوكي، ان هي مقارنة بالكمان البتاع اللي وراها ده غامقة جدا جدا جدا، بس هي مش غامقة اطلاقا. اهو ده قماشة، نروح ناحية البنفسجي ونغمق. انا عايزة اروح للغامق الموجود هنا ده، شايفين جنب التمثال ده؟ عايزة اوضحه لنفسي عشان عايزة ادي فاليو غامقة، اوكي، تديني انديكيشن شوية على الشغل اللي انا عاملاه. اشوف بس انا مغمقة كفاية مفتحة. اديت رينج بنفسجي شوية صح؟ كولر، يعني انا لما كنت شغالة هنا شغالة باحمر، فانا عايزة اخليه شوية كولر او لون بارد شوية، فبديله سيكة ازرق، والسيكة الازرق على الاحمر بديله شوية بنفسجي. شوية اللي افتح عشان يبقى فيه شوية هايلايتس. ماشي، رجع للبنفسجي. شايفة انا بتحرك في الرنجات ازاي؟ يعني انا مش بكون لون ومجرد ان انا بفتحه وبغمقه، لا انا بزقه شوية. يعني ممكن اجي هنا شوية اوديه عند الاورنجات لو انا مخلية الاضاءة بتاعتي ورم، تاتشات ورم برضو هنا اهو من اضاءة صفرا، فاكيد هتدي اصفرار شوية على اللايتس الموجودة في التمثال. انا شايفة ان التمثال ده محتاج يبقى فيه اجزاء اغمق. بص التمثال بقى شكله طبيعي ازاي، مع ان انا بدأت بفاليو للجراي مش فاتحة قوي كده يعني. بس بقى انا بقارن بقى فتحانها ده او غمقانها بالقماشة اللي انا لسه عاملاها دي. وبعدين بقى في رينج للاخضر اللي تحت ده نعمله ونشوف من خلاله الفاليوز بتاعتنا صحيحة ولا لا. نرق شوية عشان الظل ونغمقه. يلا بينا بنتي. لا عايزة اغمق. الاخضر بتاعي ده كان محتاج يزرق شويه. ديمونستريشن سريع شويه على اللي بيحصل. انا مخليه بالي من حاجتين، ان انا اثق في نفسي في الفاليوز اللي انا حطاها، ان الابيض اللي في الخلفيه ده اكيد مأثر على الالوان بتاعتي، فلا انا شغاله. ولو انا محتاجه اشوف هو اللون ده فاتح ولا غامق ولا ايه نظامه، بحاول اقارنه بلون تاني انا حاطاه، باغمق غامق انا حاطاه، بافتح فاتح انا حاطاه، اللي هو الرينج اللي انا عاملاه لكم تحت ده. الحاجه التانيه اللي انا بعملها وانا شغاله طول الوقت هو ان انا مش شغاله بلون واحد احمر مثلا وبفتحه او بغمقه بس، لا انا باخد الاحمر ده واتشعب منه، واخد الاحمر ده واحط عليه شويه ازرق فيبقى بنفسجي شويه عشان اخليه كول. احمر بارد اكتر، في مناطق الاضاءه بخليه ورم اكتر. وكذلك مع الاخضر، كذلك مع الجراي، حتى الجراي خليته شويه مزرق في الظل وشويه محمر في الاضاءه، باختلاف القيم او اختلاف الفاليوز، عشان ما تدينيش احساس كده بان لون واحد مفيش اي حركه فيه، حاجه كده مش طبيعيه. ده اللي احنا وصلنا له. انا في الرينج اللي انا مشغلاه ده كله الواني لسه مش فاقعه، ما جبتش لون كده احمر حطيته، لا انا دايما كنت بهديه ودايما كنت بطفيه، ودي المشكله بتاعت اسيا. خلي بالك بس من الحاجات دي. نروح بقى على مين؟ حسين. ايوه انا عارفه شغلك يا حسين، حلوه جدا جدا جدا، انا معجبه بيها قوي، معجبه بالتاتشات بتاعتك وبالالوان اللي انت مختارها، شغل جميل. انا مثلا بس الحاجه الوحيده ممكن اقترحها عليك اعملها او ما تعملهاش براحتك، الحديده دي اللي انت عاملها للعنصر بالقلم الاسود تهدى شويه، يا اما تستخدم قلم بني لان هي مش لايقه قوي على السكيمه بتاعتك، تشتغل بقلم
في البنيات في البنفسجي مثلا عشان يبقى لايق اكتر مع الخلفيه، لان الورقه بتاعتك بنفسجي، او ان انت تخلق الحدود دي بالخلفيه. يعني لو انا جبت مثلا اللون اللي انت عامله هنا هحدد بالخلفيه، ممكن اغمقها سيكي على اللون الفاتح اللي انت عامله. انا عايزه ابين الاضاءه، خلي وراها مكان اغمق تبرزها. عارفين الموضوع ده؟ يعني في حته منوره تخلي الخلفيه غامقه، حته غامقه تخلي الخلفيه فاتحه عشان تبينها. ما هو الكونتراست والتضاد ده بيبين، كل ما غمق كل ما تظهر اكتر. فاهمين؟ حد فاهم حاجه؟ تختار. يعني انا ما عنديش مشكله في اللاين على فكره، انا عندي مشكله في لونه، وعندي مشكله ان انت عامله داير ما يدور كده. يعني ممكن تختار اماكن تحط فيها اللاين دي، بس مش في كل العنصر، مش حوالين كل عنصر. حاجه كمان ان بص ده معمول اي عنصر قدامكم اسطواني او دائري، زجاجه، فازه، قله، اي حاجه، اعملوا لها خط وسط. شايفين اللي حصل دلوقتي؟ اكتشفنا ايه؟ ان الغطا بتاعها هرب مننا شمال كده. فالخط ده بيبين لنا الفرق ما بين اليمين والشمال، صح ولا غلط، لان ناس كتير بتخلي ده مثلا تلت وتلتين وهم مش واخدين بالهم، او ان حاجه بقى فوقيها ما تبقاش متركبه معاها صح. وخلي كمان بالك من خطوطك، الخط ده مايل كده شويه، بينما ده افقي. الايد دي رفيعه قوي، انا مش عارفه الريفرنس شايك عليها، بس انا بتهيألي انها ارفع من الريفرنس، لان هي ايد رفيعه قوي انها تمسك حاجه بتقل براد الشاي ده. بس شاطر 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 شاطر. وبس كده احنا خلصنا الفيديو. انا مبسوطه جدا 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 بالشغل اللي انتوا عملتوه، واتمنى اكون افدتكم بحاجه. ما تنسوش تبعتوا لي شغلكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وكومنت لو انتوا حابين، واتمنى تكونوا استفدتوا او استمتعتوا بالفيديو. اشوفكم على خير ان شاء الله فيديو جاي. سلام.